فيلم النهارده بيبدأ ببنت يتيمة واسمها سام واللي بيكون عندها 18 سنة، وبنعرف إن سام عايشة في دار رعاية للأيتام مع صديقتها اللي اسمها هيزل، واللي بيصوروا فيديو ليهم هما الاتنين وهم قاعدين يغنوا ويرقصوا. وأثناء ما هما بيصوروا الفيديو بيقع الديكور اللي هما عاملينه على سام من غير سبب، فبتستغرب سام جدا من اللي حصل، لكن هيزل ما بتستغربش لأنها عارفة إن سام دايما حظها وحش. وبعدها بتروح هيزل وبتاخد سام لأوضتها، وهناك بتوريها كل تمايم الحظ بتاعتها، وده علشان تختار تميمة منهم وحظها يكون حلو. وساعتها بتقول هيزل لسام إن هي جمعت كل تمايم الحظ دي على أمل إن الأسرة اللي هتيجي تزورهم نهاية الأسبوع يوافقوا إنهم ياخدوها معاهم من الدار. وبتكمل هيزل كلامها لسام وبتقول لها إن مش ناقصها غير قرش الحظ، وده علشان حظها يكون حلو وكل حاجة في حياتها تتغير للأحسن. فبتقول لها سام إن هي هتدور لها على قرش الحظ ده، وكمان بتوعدها إنها مجرد ما هتلاقيه هتروح تديهولها على طول. فبتشكرها هيزل وبيساعدوا هما الاتنين علشان يكملوا الفيديو اللي كانوا بيصوروه. ولكن فجأة بتدخل عليهم مشرفة الدار وبتبلغ سام إن موظفة الخدمة الاجتماعية جت علشان توصلها لبيتها الجديد، وده لأن سام تمت 18 سنة وإن خلاص جه الوقت علشان تسيبهم وتروح تعيش في بيت لوحدها بعيدة عن الدار. فبتطلب سام من المشرفة إنها تسيبها يومين كمان في الدار علشان تقدر تودع صديقتها هيزل قبل ما تمشي مع الأسرة اللي هتتبناها. فبترفض المرشدة وبتقول لسام إنها مش هتقدر تخالف قوانين الدار. وبتكمل المشرفة كلامها وبتقول لسام إنها ممكن تيجي الدار في نهاية الأسبوع علشان تودع صديقتها. فبتتضايق سام جدا وبتروح علشان تجهز حاجاتها، وبتودع هيزل وبتعرفها إنها هتيجي تزورها قبل ما تمشي من الدار. فبتحضنها هيزل وبتفكرها إنها لازم تدور على قرش الحظ اللي هي حكت لها عليه. وبعدها بتركب سام للعربية مع موظفة الخدمة الاجتماعية، ولما بتفتح سام الصندوق ده بتمسك صورة ليها وهي صغيرة، وبتفتكر سام اليوم اللي اتصورت فيه الصورة دي. وبنعرف إن اليوم ده كان ميعاد أول زيارة للأسرة اللي هتتبناها، ولكن للأسف بتلغي الأسرة دي الزيارة وبترجع سام من تاني للدار وهي حزينة. ومن وقتها وكل ما يتحدد ميعاد علشان الأسرة تاخدها الموضوع بيفشل لحد ما بقى عندها 18 سنة ومفيش أي أسرة قبلت إنها تتبناها. وبعد شوية بتوصل سام والموظفة للبيت الجديد، وهناك بتدي الموظفة لسام مفتاح البيت، ولكن فجأة بيظهر شخص غريب وهو بيعدي الشارع بيخبط في سام وبيوقع منها المفاتيح اللي بتنزل في البلاعة. وبيظهر وقتها إن الموظفة عارفة إن سام دايما حظها وحش، وعلشان كده عملت حسابها وجابت معاها نسخة تانية من المفاتيح. وفي تاني يوم بتصحى سام من النوم على صوت ماكينة قص الزرع، وده لأنها نسيت الشباك مفتوح، وعلشان كده بتدخل أوراق الشجر جوه الأوضة بتاعتها. فتجري سام بسرعة وبتحاول تقفل الشباك، ولكنها للأسف بتفقد توازنها وبتقع من على السرير. ولما بتيجي سام تشوف الساعة كام بتكتشف إنها اتأخرت جدا على شغلها. وبعدها بتروح سام علشان تعمل لنفسها أكل علشان تفطر، ولكن للأسف الأكل بيقع كله منها على الأرض. ولما بتخرج سام من البيت وبتيجي تركب عجلتها بتكتشف إن كاوتش عجلتها نايم، فبتاخد سام المنفاخ وبتنفخ عجلتها بسرعة وبتتحرك بسرعة جدا على الشغل بتاعها. ورغم كل اللي حصل معاها إلا إنها بتوصل للشغل في ميعادها المظبوط. وهناك بتقابل سام صاحب الشغل اللي اسمه مارف، واللي بيرحب بيها جدا وبيفهمها طبيعة شغلها. وكالعادة بتكون سام حظها وحش وبتعمل مشاكل كتير في الشغل، فبياخدها مارف وبيخرج بيها بره المكان وبيطلب منها إنها تراقب عربيات التسوق، وده علشان يحمي المكان من الفوضى اللي هي بتعملها. وفي نهاية اليوم بتروح سام لدار الرعاية علشان تودع صديقتها هيزل قبل ما تمشي مع الأسرة اللي هتتبناها. ولكن وقتها بتتفاجئ سام إن الأسرة أجلت الميعاد يوم تاني، وتظهر هيزل وهي حزينة وخايفة إنها تكون زي سام وهتوصل لسن 18 سنة من غير ما حد يتبناها. فبتواسيها سام وبتطمنها وبتقول لها إن هي متأكدة إن الأسرة هتيجي بعد يومين وهتتبناها. فبتحزن سام إن دايما حظها وحش وبتقعد قدام الكافيه وهي متضايقة. وفي الوقت ده بيجي قط أسود وبيقعد جنبها، فبتقرر سام إنها تقسم معاه الأكل اللي معاها. فبيفرح القط وبياكل الأكل كله ويمشي. وساعتها بتلاقي عملة معدنية شكلها غريب مرمية على الأرض، فبتفتكر سام كلام صاحبها هيزل عن قرش الحظ، وبتتمنى سام إن العملة دي تبقى هي قرش الحظ اللي بتدور عليه هيزل. وفي يوم بتستغرب سام لما بتصحى بدري عن شغلها وبتلاحظ إن العامل بيقص الزرع ولكنه مش بيوقع ورق الزرع في أوضتها. ده غير إن كل حاجة حوالين سام بتمشي كويس وما بيحصلهاش أي مشاكل، وبيكون واضح كده إنها اتخلصت من حظها الوحش. فبتفهم سام إن القرش اللي معاها ده يبقى هو قرش الحظ،
وساعتها بتقرر إنها تروح تزور صديقتها هيزل بعد الشغل، وبتستعد علشان تروح لهيزل، ولكنها بتدخل الحمام فبيقع منها قرش الحظ ده في الحمام بالغلط. فبتحزن سام جدا وبتروح لنفس المكان اللي لقت فيه قرش الحظ أول مرة على أمل إنها تلاقي واحد تاني غير اللي ضاع. وبالصدفة بيكون القط الأسود موجود في نفس المكان وبيظهر وهو كمان بيدور على حاجة ضايعة منه. وفي الوقت ده بيروح القط وبيسمع سام وهي بتأنب نفسها علشان القرش ضاع منها، فبيتصدم القط جدا وبيتضايق وبيلوم سام إنها ضيعت قرش الحظ بتاعه. فبتستغرب سام لما بتلاقي القط ده بيتكلم زي البشر، وبتلاحظ سام وقتها إن القط لابس طوق عليه نفس الرسمة اللي كانت على قرش الحظ. فبتتأكد سام وقتها إن القط ده يبقى هو صاحب قرش الحظ، وبتروح سام تطلب منه إنه يديها قرش حظ تاني بدل اللي ضاع منها، ولكن القط بيخاف منها وبيسيبها وبيجري في الشارع. فبتجري سام وراه لحد ما بتلاقيه واقف في مكان معين وبيكون قدامه لوحة مفاتيح واللي بيكتب عليها كلمة مرور معينة، وبتتفتح قدامه بوابة غريبة فبينط القط جواها. فبتروح له سام بسرعة وبتنط وراه وبتكتشف إنها اتنقلت لعالم تاني واسمه أرض الحظ، وبتعرف إن القط ده اسمه بوب وإن هو يبقى واحد من سكان أرض الحظ. وساعتها بيترعب بوب لما بيكتشف إن سام موجودة في المكان وبيقول لها إن ممنوع تواجد البشر في المكان ده. فبتوعده سام إنها هتمشي من هنا ولكن بعد ما يديها قرش حظ جديد. فبيقول لها بوب إنه ما اداهاش القرش ده كهدية منه، ولكن القرش وقع منه بالصدفة لما كان بياكل معاها في الشارع. وبيبدأ بوب إنه يفهم سام إن سكان أرض الحظ بيفقد حظهم وهم موجودين في عالم البشر، وعلشان كده بياخدوا معاهم قرش الحظ ده علشان يساعدهم، وإن المفروض يسلم قرش الحظ ده لمستودع قروش الحظ. وأثناء ما هما بيتكلموا بيجوا اتنين من جنيات أرض الحظ واللي بيكونوا مسؤولين عن مستودع قروش الحظ. فبتستخبى سام بسرعة وبتسمعهم وهما بيسألوا بوب عن قرش الحظ بتاعه، فبيقول لهم إن هو هيخلي صديقه جيري هو اللي يسلمه. وساعتها بتفهم سام إن جيري صديق بوب عنده صلاحيات إنه يدخل لمستودع قروش الحظ. وبتيجي لسام فكرة ذكية وبتطلب من بوب إنه يساعدها في إنها تاخد قرش حظ جديد من المستودع، وده علشان تديه هدية لصديقتها هيزل. وبعدها هتمشي سام من أرض الحظ، وفي المقابل بتتفق سام مع بوب إنها هتديله زرار من شنطتها علشان يحطه في مكان التسليم، وبتعرفه كمان إن مفيش حد هياخد باله. وبكده هتكون سام حلت مشكلة بوب. فبيقتنع بوب بكلامها وبيروح يتكلم مع المشرفة وبيشتتها علشان يدي فرصة لسام إنها تعدي من البوابة. وفعلا بتقدر سام إنها تدخل البوابة وبتدي الزرار بتاعها لبوب اللي بيحطه في مكان تسليم القروش، وبيدخل هو كمان لأرض الحظ. وبعدها بيروح بوب وسام لغرفة تغيير الملابس، وهناك بيفتح بوب دولاب صديقه جيري وبياخد منه هدوم جيري وبيديها لسام علشان تلبسها. وفي الوقت ده بيجي اتنين من الجنيات وبيستغربوا من حجم سام، فبيقول لهم بوب إن سام تبقى جنية من دولة لاتفيا، وبيعرفهم إن كل الجنيات اللي في الدولة دي بيكون حجمهم كبير وضخم زي سام. وفعلا بيصدقوا الجنيات الكلام بتاع بوب وبيرحبوا بسام وبيمشوا. بعدها بيتحرك بوب وسام علشان يروحوا لمستودع قروش الحظ، وبتنبهر سام جدا بكل اللي بتشوفه في أرض الحظ واللي بتكون ماشية كل حاجة هناك كويسة ومفيش أي واحد من سكانها بيحصل له أي مشكلة. وبعدها بيقابلوا جيري وبيعرفوا بوب على سام وبيقولوا إنها تبقى جنية من دولة لاتفيا وإن ده أول يوم شغل ليها في مستودع القروش. وبيطلب بوب من جيري إنه يساعدها، وفعلا بيرحب بيها جيري جدا وبياخدها وبيدخل لمستودع القروش الحظ. وهناك بتعرف سام إن مهمتها هي تلميع قروش الحظ، ولكنها للأسف ما بتقدرش تاخد واحد من قروش الحظ اللي كانت بتلمعهم، وبتتسبب في فوضى كبيرة في المستودع. وساعتها بيتم تشغيل صفارات الإنذار وبتيجي قوات مقاومة الحظ السيء، وده علشان يفحصوا المكان كويس ويعرفوا إيه السبب في الفوضى اللي حصلت. ووقتها بيضطرب بوب جدا وبيعترف لجيري بالحقيقة وبيطلب كمان منه إنه يساعده هو وسام في حل مشكلتهم. فبيوافق جيري إنه يساعدهم ويشرح لهم اللي هم هيعملوه بالظبط. وبيقول جيري إن هو هيستخدم واحد من الطيارات اللي بدون طيار واللي بتستخدمها مشرفة أرض الحظ في العثور على أي قرش حظ بيضيع في عالم البشر. وبيكمل جيري كلامه وبيقول لهم إن هم هيبعتوا طيارة لعالم البشر وهيتحكموا فيها، وكمان هيدوروا على قرش الحظ اللي ضاع من سام لحد ما الطيارة هتلاقيه وهترجع بيه لأرض الحظ. وبيفهمهم جيري إن الطيارة دي بتشتغل بكريستالة الحظ، وبيتفقوا سوا إن سام وبوب هيروحوا يجيبوا الكريستالة على ما جيري يجيب الطيارة اللي بدون طيار من المخزن. وفعلا بيروح بوب وسام على المكان اللي بيتصنع
فيه كريستالة الحظ. وهناك بتتفاجئ سام بالتنين اللي اسمها بيب، وهي بتعرف ان هي المديرة المسؤولة عن ارض الحظ، غير ان بيب تقدر انها تشم الحظ السيء في اي مكان بيطلع فيه. فبيطلب بوب من سام انها تستخبى، وده علشان التنينة ما تشمش ريحة الحظ السيء اللي طالعة منها. واول ما بتمشي التنينة من المكان بيتحركوا سام وبوب بسرعة وبيقدروا انهم يوصلوا لرسالة الحظ. وفي الوقت ده بيقدر جيلي انه يخرج الطيارة من المخزن، وبياخد الكريستالة من بوب وبيحطها جوه الطيارة وبيشغلها. وبعدها بيتحركوا بوب وسام علشان يكملوا الجزء التاني من الغطاء، وبيروحوا بوب وسام لغرفة التحكم. وهناك بيدخل بوب الغرفة وبيخدع واحد من الأرانب اللي شغالة هناك، وبيقعد مكانه وبيستخدم الجهاز الكمبيوتر وبيفتح البوابة وبيتم إرسال طيارة لعالم البشر. وفعلا بيقدر بوب إنه يتحكم في طيارة وبيوصل لمكان الصرف الصحي اللي في المدينة. وفعلا بتقدر الطيارة إنها توصل لمكان قرش الحظ وبترجع بيه تاني لأرض الحظ. وفي الوقت ده بيكون جيلي مستني الطيارة عند بوابة أرض الحظ، ولكنه وقتها بيلاقي الطيارة وقرش الحظ متبهدلين جدا من مياه الصرف الصحي. فبيروح جيري ويجيب جوانتي علشان يمسك بيه القرش، ولكن للأسف بيشغل جهاز التنظيف الآلي وبيشفط الطيارة جواه. ومن ناحية تانية بيخرجوا بوب وسام من غرفة التحكم، وبيتصدموا هما الاتنين لما بيعرفوا من جيري إن طيارة وقرش الحظ هما الاتنين اتنقلوا لقسم النظافة. فبيتحركوا بوب وسام بسرعة علشان يجيبوا قرش الحظ من قسم النظافة. ولما بيركبوا الأسانسير بتدوس سام على زرار بالغلط، فبينزلوا هما الاتنين لأرض الحظ السيء، واللي بتكون جاذبيتها عكس جاذبية أرض الحظ الجيد. فبتستغرب سام جدا من اللي بيحصل. ولما بيتفتح باب الأسانسير بتقع سام وبتخرج منه. ولما بتحاول سام إنها تدخل الأسانسير من تاني حظها السيء بيخليها تفشل. فبيساعدها بوب وبيقول لها الطريق اللي تقدر تخرج بيه من أرض الحظ السيء، وبيعرفها بوب إزاي توصل للبوابة رقم 13 اللي هتعدي منها لأرض الحظ الجيد. فبتجري سام بسرعة وبتخبي نفسها من كل الناس اللي موجودين في المكان لحد ما بتقدر توصل للبوابة رقم 13. وبتدخل سام بسرعة للبوابة وبترجع لأرض الحظ الجيد من تاني. وبعدها بيروح بوب وسام لقسم النظافة وبيستخبوا بسرعة قبل ما مسؤول النظافة يشوفهم. وفي الوقت ده بيلاحظ بوب إن في حبوب من أرض الحظ السيء لازقة في رجل سام. وبيجي وقتها مسؤول قسم النظافة اللي اسمه جيف وبينظف الأرض من حبوب الحظ السيء لحد ما بيوصل لمكان سام وبوب. ولحسن الحظ بيفتكر جيف إن الحبوب الحظ السيء دي اتسربت من الخلاطة اللي هو بيجمع فيها حبوب الحظ السيء. وبيظهر وقتها إن جيف شخص طيب جدا واللي بيرحب بسام، وده لأن مفيش حد بيزوره في قسم النظافة. فبتروح سام وبتسأل جيف هو إزاي بيقضي أغلب وقته لوحده. فبيقول لها جيف إن هو كان الأول بيتضايق من وحدته وده كان بيأثر جدا على شغله. وفي يوم من الأيام انفجرت الخلاطة الحظ السيء واتصاب جسمه كله بحبوب الحظ السيء. وبيكمل جيف كلامه وبيقول لسام إن اللي عالجته من اللي حصل هي بيب مديرة أرض الحظ. وبتعرف سام من جيف إن هو حب بيب أول ما شافها، ومن وقتها وهو عايش على ذكرى حبه ليها. وساعتها بيوريها جيف صورة ليه مع بيب أثناء فترة علاجه، وبيظهر وقتها إن جيف حزين جدا لأن بيب مش بتحبه زي ما هو بيحبها. وفي الوقت ده بيكون بوب قاعد يدور وسط المخلفات على الطيارة اللي فيها قرش الحظ. فبيروح له جيف وبيسأله هو بيدور على إيه. فبيقول له بوب إن هو بيدور على طيارة بدون طيار موجود فيها قرش الحظ بتاعه. فبيقول له جيف إن هو لقى الطيارة دي من شوية وفعلا كان فيها قرش الحظ، ولكنه بعت قرش الحظ ده لمستودع القروش علشان يتم تطهيره لأنه كان متبهدل بمياه الصرف الصحي. فبيروح بوب وسام لأرض الحظ من تاني، وبيكون بوب محبط جدا لأنهم ما قدروش يلاقوا قرش الحظ. ولكن سام بتشجعه وبتقول له إن هي عندها خطة هتجيب بيها قرش حظ جديد. وبيظهر وقتها إن سام معاها حباية من حبوب الحظ السيء. وبتروح سام لمكتب باب المديرة وبتطلب منها إنها تقابلها. وأول ما باب بتقابل سام بتشم ريحة الحظ السيء بتاعتها، فبتستدعي باب قوات مقاومة الحظ السيء علشان يتخلصوا من الحباية اللي موجودة في رجل سام. وبعدها بتطلب سام من المديرة إنها تديها قرش حظ جديد، وبتفكرها سام باللي هي عملته مع جيف لما اتصاب زمان بالحظ السيء. وفي الوقت ده بتكتشف سام إن بيب هي كمان بتحب جيف، لكنها بتكون فاكرة إن هو اللي مش بيحبها. وعلشان سام فكرت بيب بأحلى أيام حياتها فبتديها بيب قرش حظ جديد علشان يساعدها في مقاومة تأثير الحظ السيء. فبتشكرها سام وتخرج من المكتب وهي سعيدة جدا. ولكن فجأة بتتصدم سام لما بتشوف المشرفة وهي بتقبض على بوب، وده لأن المشرفة اكتشفت إن بوب خدعها وحط زرار في المكنة بدل ما يحط قرش الحظ بتاعه. فبتروح سام وبتديها قرش الحظ اللي معاها، وبتقول سام للمشرفة إن قرش الحظ ده وقع من بوب وهي لقيته. فبتاخد المشرفة
مشرفة قرش الحظ وبتحرر بوب، فبيروح بوب وبيشكر سام إنها أنقذته وبيسألها هي ليه عملت كده، على الرغم من إنها كانت تقدر تاخد قرش الحظ وتروح تديه لصديقتها هيزل. فبتقول له سام إن هي عملت كده لأنهم فريق وإنه مستحيل تتخلى عنه. وبتكمل سام كلامها وبتقول لبوب إن هي عندها خطة تانية هتقدر بيها إنها تساعد صديقتها هيزل وكمان هتخلي حظها حلو. وفعلا بيبدأ سام وبوب بتنفيذ خطتهم وبيروحوا هما الاتنين لقسم النظافة. وبتستغل سام انشغال جيف وبتروح توقف خلاطة الحظ السيء، وبكده بتمنع سام الحظ السيء إنه يوصل لعالم البشر. وبتشرح سام لبوب إن هيزل قربت تقابل الأسرة اللي هتتبناها، وبما إنها منعت الحظ السيء من الوصول للبشر كده هيزل هيكون حظها كويس، والأسرة اللي راحت تشوفها من الدار هتيجي وتوافق إنها تاخدها معاها. وبعدها بتقرر سام إنها تمشي من أرض الحظ، ولكن فجأة بتنفجر خلاطة الحظ السيء وبتغطي حبوب الحظ السيء أرض الحظ الجيد بالكامل. فبيجري سام وبوب بسرعة علشان يحاولوا يلاقوا حل للمشكلة اللي حصلت، وبسبب الانفجار ده ما بيوصلش الحظ الجيد لعالم البشر. وبتشوف سام صديقتها هيزل وهي حزينة لأن الأسرة اللي هتتبناها ما راحوش للدار. وبعدها بتيجي باب وبتحاول تدور على حل للمصيبة دي، وبتظهر باب وهي بتدور على قرش حظ واحد ما يكونش ملوث بحبوب الحظ السيء، وده علشان تصنع بيه بلورات حظ جديدة وتصلح بيه عجلة الحظ. وفجأة بيطلع بوب قرش حظ جديد كان مخبيه في الطوق بتاعه وبيديه لباب، ولكن للأسف بيكون قرش الحظ ده متلوث هو كمان وما بتقدرش بيب إنها تستخدمه. وبكده بيكون بوب أعلن عن السر اللي هو مخبيه عن الكل، وده إن بوب أصلا من سكان أرض الحظ السيء، وإن هو لقى القرش ده بالصدفة وفضل مخبيه في الطوق بتاعه علشان الحظ الجيد يلازمه ومحدش يكتشف إن هو من سكان أرض الحظ السيء. وساعتها بتقرر سام كمان إنها تعترف لبيب إن هي من البشر وإنها السبب في كل اللي حصل. فبتتضايق بيب جدا من إنها خدعتها وبتسيبها وبتمشي، وبعدها بتقعد سام وهي حزينة لأنها ما قدرتش تساعد صاحبتها هيزل، ده غير إنها تسببت في دمار أرض الحظ الجيد. ولكن وقتها بيروح لها بوب وبيواسيها وبيقول لها إن هي أفضل بشرية هو قابلها في حياته، وده لأنها بتفكر دايما في مساعدة غيرها. فبتفرح سام بكلام بوب وبتحاول إنها تفكر في طريقة تصلح بيها غلطتها. وفعلا بتفتكر سام لما كانت موجودة في أرض الحظ السيء وشافت حاجة كده شبه بلورة الحظ الجيد، فبياخدها بوب وبيروحوا هما الاتنين على أرض الحظ السيء. وهناك بيقابلوا صديق بوب اللي اسمه رودي، ولما بتحكي له سام عن اللي حصل فبيقول لها رودي إن اللي هي شافته ده عبارة عن مجموعة من حبوب الحظ الجيد، وإن هو كان بيحاول يجمعها من فترة طويلة جدا، وإن هو كمان كان محتفظ بيهم ومخبيهم بعيد عن الكل ومحدش يعرف عنهم حاجة، وده علشان أصدقائه اللي معاه في أرض الحظ السيء يكون ليهم نصيب من الحظ الجيد. ووقتها بيقرر رودي إنه يدي لسام حبوب الحظ الجيد علشان تنقذ بيها أرض الحظ الجيد. وبيقول رودي لسام إن هو واللي معاه مش هيتأثروا بغياب حبوب الحظ الجيد، وده لأنهم عرفوا فوائد الحظ السيء، وإن من الفوائد دي إنهم اتعلموا إزاي يتعاملوا مع المواقف الصعبة. وفعلا سام بتاخد الحبوب وبتروح لباب وبتديها حبوب الحظ الجيد، فبتفرح باب وبتصنع بلورات حظ جديدة علشان تحطها في عجلة الحظ وتشغلها من تاني. ولكن بعدها بتكتشف سام إن باب عاوزة تحط بلورة الحظ الجيد بس في عجلة الحظ، وده علشان تخلي العالم كله يكون حظه حلو وما يكونش فيه حد تاني حظه وحش. فبتجري عليها سام بسرعة وبتمنعها وبتقول لها إن هي لازم تحط حجر الحظ السيء في عجلة الحظ، وده لأن الحظ السيء بيكون مفيد ليهم في أوقات كتير. وبتكمل سام وبتفكر باب إن الحظ السيء هو اللي خلاها تقابل جيف حب حياتها، وده غير كمان إن الحظ السيء هو اللي ساعدهم في الحصول على حبوب الحظ الجيد، وده معناه إن الحظ السيء هو كمان أنقذ أرض الحظ الجيد من الدمار. فبتقتنع باب بكلام سام وبتحط بلورة الحظ السيء في مكانها، وفعلا بتدور عجلة الحظ وبيحصل التوازن اللي كانوا فيه وبترجع أرض الحظ الجيد لطبيعتها من تاني، وبيوصل الحظ الجيد لأرض البشر من تاني. وبعدها بتروح سام لغرفة التحكم وبتشوف هيزل وهي مبسوطة لأن الأسرة وافقت إنها تتبناها. وبعدها بتاخد سام كل سكان أرض الحظ الجيد وبيروحوا يزوروا سكان أرض الحظ السيء، وهناك بتدي سام لرودي بلورة الحظ الجيد وبتشكره على مساعدتها. وبيجي الوقت اللي سام بتودع فيه كل اللي حواليها علشان ترجع من تاني لعالم البشر، وفي الوقت ده بتروح باب وبتدي لبوب طوق الحظ المخصص ليه علشان يعيش معاهم على طول. ولكن وقتها بيتفاجئوا كلهم لما بيرفض بوب ان ياخد طوق الحظ وبيطلب من سام انها تاخده معاها علشان يعيشوا سوا كعائلة بدل ما ترجع تاني تعيش لوحدها. فبتوافق سام وبتحضنه وبيكونوا كل سكان أرض الحظ
الحظ فرحانين. وبتمر سنة كاملة بعد اللي حصل، وبنشوف سام اللي بقت مديرة الفرع اللي هي بتشتغل فيه. وبعد ما بتخلص سام شغلها بتاخد بوب وبيروحوا هما الاتنين يزوروا هيزل، وبياخدوها معاهم علشان يخرجوا سوا ويقضوا وقت مع بعض. واخيرا بتعيش سام مع بوب وهيزل وهما راضيين تماما ومتقبلين حظهم السيء، بعد ما فهموا ان الحظ السيء ده هو طريقهم للحظ الجيد. ولحد هنا بتكون خلصت حكاية فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لقناتنا حكايات انمي. وسلام.